السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة تمارين متنوعة على القواعد والأصوات والمعاني. Choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. My name is or Lisa. يا ترى اسمي my name وليسا الاسم بتاع طبعا اللي كتبت له يبقى اسم شخص. name مفرد ولا جمع؟ name مفرد يبقى هناخد is. يبقى دايما مع المفرد أو هي أو شي أو it أو علي أو أحمد أو منى ايوه اي اسم مفرد باخد از. لكن ام دايما طبعا بتيجي مع قبلها اي وار بيجي قبلها الجمع، فانا عندي نيم مفرد فهاخد از. بعد كده I am not ولا don't ولا doesn't married. انا مفروض المعنى لا اكون متزوج. متزوج صفة، الصفة لازم قبلها am او is او are او am not او isn't او aren't. لكن don't او doesn't بيجي وراهم فعل، لان don't و doesn't انا جايبهم من عندي اصلا معناهم لا ايه؟ المفروض لا اكل لا اشرب لا اتزوج. كان ممكن الجمله تبقى صح لو كلمه marry يتزوج ايه دبل ار واي. لكن هنا I وmarried صفه زي happy زي اي حاجه، يبقى لازم اجيب I am not happy I am not married. لست متزوجا. 3. My favorite colors blue and red. My favorite colors ألواني المفضلة. colors جمع زي ما احنا قلنا، يبقى هناخد are اللي هي تكون مع الجمع، و blue and red أزرق وأحمر. 4. My father is a doctor. أبي طبيب. طبعا and or but my mother is a journalist. أمي صحفية أو صحفية. في الحالة دي أو حالة الجملة ديت، الجملة اللي عندي دي جملة حاجة اسمها compound، جملة مركبة. لكن الجملة الأولانية والثانية والثالثة كان اسمها جملة simple sentence، بتتكون من فاعل وفاعل وتكملة الجملة، سواء مفعول أو تكملة الجملة. لكن الجملة دي compound sentence، جملة مركبة من جملتين. my father is a doctor دي جملة، my mother is a journalist دي جملة تانية. بربط بينهم واحدة من الثلاث روابط دول. and لو عايز أضيف معنى، or لو عايز أقول اختيارات، أو but لو عاوز أجيب تناقض أو ألفت النظر للتناقض. طبعا الجملة بتاعتي ما فيهاش نوع من التناقض، وإلا الشخص ده يكون عنده مشكلة. المفروض أبي طبيب وأمي صحفية، لأن ما فيش تناقض في المعنى. المفروض إن أنا أستخدم هنا كلمة إيه؟ and. نكمل. وطبعا عشان المعنى يبقى مظبوط او الكتابه تبقى مظبوطه لازم فاصله قبل and او فاصله قبل اي كلمه من دول. الاختيار بتاعي هيبقى and. I am interested art. انا اكون مهتم بيه، و interested هنا صفه قبلها am اهو. انا مهتم بالرسم. طبعا interested بتاخد in عشان بيجي وراها الحاجه الكبيره او المجال الكبير اللي انا مهتم بيه، يبقى I'm interested in art. نكمل. بعد كده I am أنا أكون يا ترى cold سقعان، بردان hot، حران hungry جائع. لازم نكمل معنا. can you close the window please. هل يمكنك أن تغلق النافذة أو الشباك من فضلك؟ وطبعا ده طلب أهوت. هتقفل الشباك، يبقى أنا حاسس بإيه؟ أكيد حاسس بالبرد. تمام. لكن لو قلت لك can you open the window يبقى I am hot، انا حاسس بالحر فاقول لك افتح الشباك. لكن بقول لك هل ممكن تغلق الشباك يبقى I am cold الاجابه بتاعتي. ستيف is ill. ستيف مريض. he is هو يكون in kitchen في المطبخ، bed في السرير، school في المدرسه. اكيد المعنى بتاعي هيبقى in bed في السرير، مريض وطريح الفراش. 8. أنا and I. أنا وأنا. طبعا هنا هيبقى عندي جمع، الناس ما تروحش على an عشان I، لا هنا أنا البنت اسمها أنا وأنا كمان معاها. ماشي، يبقى أنا ومعاها أنا كمان هنعمل إيه؟ are good friends، نكون أصدقاء جيدين. حلو أوي في العربي أنا وأنا دي جميلة. نكمل. Tom isn't interested in. توم ليس مهتما بي. طبعا قلنا هيجي وراها علم. politics علم السياسة، أي كلمة آخرها ICS ده علم السياسة. politic طبعا كلمة ملهاش معنى أصلا، المفروض تبقى politics أو political، صفة من كلمة politics. political معناها سياسي، صفة معناها سياسي. طبعا الصفة محتاجة وراها إيه؟ وراها اسم عشان توضح إيه السياسي.
اجراءات سياسيه، جو سياسي او مناخ سياسي، حاجات زي كده. فطبعا الاجابه بتاعتي هتبقى politics، علم السياسه. جين isn't a teacher. جين ليست معلمه. جين دي is a student، طالبه. يا ترى جين هتبقى هو، ولا جين هي، ولا جين ات اللي هتنفع معناها هو او هي بس المفرد غير عاقل، بتشير لحد غير عاقل. طبعا جين بنت، فطبعا الاجابه بتاعتي شي. لو كانت قطه مثلا كنت قلت ات، لو كان ولد كنت قلت هي، لكن جين بنوته هقول عليها شي، هي تكون. 11 those people aren't English. هؤلاء الناس ليسوا إنجليز، يبقى مش من بريطانيا، مش من إنجلترا تحديدا. they are هم يكونوا، they are هم يكونوا. طبعا المفروض أجيب جنسية. أستراليا اسم الدولة، أستراليا لا، Australians. تمام، هنا جنسية بس الجنسية لا تجمع، يبقى Australian. الجنسية بتاعتي تعمل عمل الصفة أي لا تجمع، يبقى Australian. يبقى الإجابة بتاعتي Australian. نكمل. 12 it's windy. الجو windy عاصف، به رياح. أو sunny مشمس، أو snowy فوت snowy ماشي، أو snowing تنفع برضو. يمطر جليد أو جليدي today اليوم. but it isn't warm، لكنه ليس دافئا. طبعا مش هينفع windy ومش هينفع snowing أو snowy. الجو أكيد لازم يبقى sunny مشمس بس مش دافي. خلاص، لان طبعا ويندي وسنوي او سنوينج بتدي ايحاء بالجو البارد. خلاص، وطبعا بيتناقض مع المعنى ان الجو ليس دافئا، يبقى مطلوب ان الجو يكون مشمس بس مش دافي، يبقى الاجابه بتاعتي صني. 13 look انظر. there is ولا are كريس. وطبعا قلنا كريس اختصار لكلمه كريستوفر مثلا، وكريس الدلع بتاعه، وكريس ده مفرد، وذير مش الفاعل الحقيقي، there معناها هناك. كان اصل الجمله كريس is there. اصل الجمله كريس is there، عشان كريس مفرد فخدت is، لكن there ملهاش علاقه، يجي وراها is يجي وراها ار مش فارقه معاها. اللي هيفرق ان الفاعل الحقيقي نوت كريس مفرد يبقى is، يبقى كريس يكون هناك. 14 14 here نفس كلمة there، شلت التي بس، بقت من هناك للبعيد لهنا للقريب، وأنا محور الكلام، أو اللي بيقول الجملة هو محور الكلام. here is ولا are your keys. keys مفاتيح جمع، فهتبقى طبعا are. here are your keys بمعنى هنا مفاتيحك أو تفضل مفاتيحك. بنكمل. 15 I am ولا is ولا are not rich. لست غنيا، طبعا I بتاخد am على طول. these chairs هذه الكراسي aren't beautiful ليست جميلة. كراسي جمع فقط are. but لكن هقولها it ولا they ولا she. are comfortable أو comfortable بالبريطاني، comfortable بالأمريكي مريحة. يا ترى الكراسي ديت كراسي جمع فما ينفعش it، والكراسي جمع ما ينفعش شيء اللي بتحل محل مفرد عاقل. فطبعا اللي بيحل محل جمع العاقل وغير العاقل they، يبقى they are comfortable هم مصدر راحة أو مريحة. تمام، يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى they are comfortable. نكمل. 17 the weather الطقس is nice today لطيف اليوم أو جميل اليوم. يبقى الطقس ده هقول عليه they ولا he ولا it. الطقس مفرد غير عاقل يبقى أكيد it. it is warm and sunny إنه دافئ ومشمس. 18 where is am is are you from. من أين. طبعا قلنا في الترجمة في الإنجليزي بجيب حرف الجر في آخر السؤال، لكن في العربي بجيب حرف الجر الأول وبعدين أداة الاستفهام. يعني مثلا كان زي الإنجليزي القديم كده، كان الإنجليزي القديم from where، كانت from where. طبعا الإنجليزي الحديث بجيب حرف الجر في آخر السؤال، لكن الإنجليزي القديم هو اللي ماشي مع العربي أكتر، اللي هو من أين، من وبعد كده حرف الجر أداة الاستفهام أين. يبقى السؤال بتاعي where you from. نرجع بقى للإجابة you، طبعا معناها أنت أنت أنتما أنتم أنتن، فمعناها جمع ومفرد فلازم يجي معاها فعل جمع are. يبقى where are you from من أين أنت، من أين أنت، من أين أنتما، من أين أنتم، من أين أنتن. 19 my brother is. تمام، أخي يكون is هنا الفعل الأساسي، فلايك هنا مش معناها يحب، معناها يشبه.
طب لازم يشبه، يجي بعد كلمة يشبه المشبه به، وليكن مثلا my brother is like his father. أخي يشبه أبيه. أو ماشي. لكن هنا like مش هتنفع طبعا. أنا محتاج بعد is صفة. عندي afraid خائف، وعندي cold بارد أو شاعر بالبرد. طبعا of dogs من الكلاب، يبقى أنا محتاج المعنى afraid of dogs، خائف من الكلاب. يبقى الإجابة بتاعتي my brother is afraid of dogs، خائف من الكلاب. afraid صفة. 20 my brother is a good. أخي يكون a good. الآية ده هي بتقول إن أنا بعد كلمة good في اسم، بس ده اسم لازم يكون إيه؟ اسم فاعل مش اسم عملية. أولا ما تنفعش swim فعل، ما تنفعش swimming اسم العملية السباحة، عملية السباحة نفسها. لازم اسم الفاعل بإضافة er للفعل، يبقى good swimmer. يبقى الإجابة بتاعتي my brother is a good swimmer، سباح جيد. 21 is your mother ولا your parents ولا children at home. تمام. في المنزل، هل والدتك ولا هل والداك ولا هل أطفالك في المنزل. تمام. عندي is طبعا، فإذ لازم يبقى وراها اسم مفرد، و your children جمع، parents جمع، يبقى المفرد بتاعي والإجابة الأصح هي your mother. الإجابة الصحيحة your mother، أمك. يبقى is your mother at home، هل أمك في المنزل. وطبعا مش محتاج أقول ماما ولا محتاج أقول مامي، لا، هي is your mother، هل أمك. اللغة العربية الفصحى هي الأولى. نكمل وهي الأقرب. 22 is are your friend English. هل صديقك أو صديقتك إنجليزية أو صديقتك. مش لازم يبقى المخاطب مذكر، لازم ممكن مؤنث. يبقى your friend مفرد، صديق أو صديقة مفرد، فطبعا الاختيار بتاعي هيبقى is مع المفرد. هل صديقك إنجليزي أو هل صديقتك إنجليزية. 23 am I late. واحد بيسأل اللي قدامه، أكيد مش بيسأل نفسه يعني، مش مجنون يعني، بيسأل اللي قدامه، فبيقول له am I late، هل أنا متأخر وأنا جيت متأخر. أكيد اللي هيرد عليه هيقول له نعم أنت متأخر، أو لا أنت مش متأخر. فلازم أنت، لازم في الإجابة بتاعتي you. نعم أنت متأخر yes you are. لكن مش هتنفع no I am not بيرد على نفسه، ولا yes I am بيرد على نفسه. الإجابة بتاعتي yes you are. أيوه أنت متأخر، قولها له في وشه كده. 24 24 who's that woman. من تلك المرأة. هروح واحد بيسأل التاني بيقول من تلك المرأة، هقول له امرأة. أكيد بيهزر يعني. ها a girl بنت، ولا لازم يحدد. لازم يحدد، يقول مثلا my sister my friend my colleague، أي حاجة. بس طبعا الإجابة بتاعتي هنا my sister أختي. نكمل. 25 25 is ولا are your children at school. هل أطفالك في المدرسة. تمام. children جمع، children جمع، يبقى are your children at school. طب your هنا معناها هي كافي المخاطب بس. أطفالك، بل الأساس عندي الاسم بتاع الجمع، جمع تكسير اللي هو children، يبقى are your children at school. 26 where is ولا are the bus stop. أين يكون موقف الأتوبيس أو موقف الأتوبيسات. أكيد الموقف ده stop مفرد، فهاخد كلمة الفعل بتاعي is. Where is the bus stop. 27 is your wife a lawyer. هل زوجتك محامية. الإجابة بتاعتي أيوه yes she is a designer. نعم هي مصممة. لا يا عم، أكيد بقول لك هل زوجتك محامية، هتقول لي أيوه هي محامية. تمام. أو هتقول لي مش متأكد. ايه مش متأكد دي، مش عارف مراتك شغالة ايه، صعبة بقى ولا ايه. ماشي. no she is a designer. لا هي مصممة. وطبعا الإجابة بتاعتي no she is a designer. هل زوجتك محامية؟ لا هي مصممة ملابس. 28 is her name address job أنا. هل اسمها ولا عنوانها ولا وظيفتها. أنا. أكيد أنا ده اسم شخص، يبقى هل اسمها أنا is her name أنا. وطبعا أنا دي هي اسم البنت. 29 29 Ali is a proper ولا common ولا rare name. كلمة Ali يا ترى اسم نادر ولا شائع ولا اسم علم. أكيد اسم علم proper name اسم علم.
تمام؟ علي، احمد، ابراهيم، اسماء الدول، اسماء الاشخاص، اسماء الانهار، اسماء القارات، اسماء الكواكب، دي كلها اسم علم. يعني بيعلم صاحبه. اول ما تقولي علي في الشارع كل اسمهم علي بس اللي هيبص. لكن علي ولد، لو جيت في الشارع قلت يا ولد، ولد ده هيبقى common name. لكن علي عندنا الإجابة الصحيحة هي a proper name، اسم علي. 30. The boss said angrily. قال الرئيس بغضب. قلنا بغضب يبقى لازم يظهر النفي بقوة. يعني مش هينفع يقول علي isn't here. isn't قلنا بنستخدمها لجو quiet، هادئ، رد عادي ومختصر وسريع. لكن الرد القوي في حالة الغضب إن أنا أظهر النفي عشان أسمعه إن هو مش موجود. أقول Ali is not here. Ali ليس هنا، يبقى الإجابة بتاعتي دي. 31. The verb from glory. الفعل من كلمة glory، الكلمة طبعا مايلة عشان تاخد بالك منها. الفعل من كلمة glory، glory معناها العظمة. is هو يكون الفعل منه glorification. اكيد طبعا لا، لان اي كلمه اخرها تي اي اون ده اسم. طب gloriful اي كلمه اخرها اف يو ال صفه. يبقى كلمه glorify ضفت اي فاي للفعل بتاعي، للاسم بتاعي، جبت الفعل منه. يبقى glorify معناها يعظم، او مع الاله سبحانه وتعالى يسبح. اوكي، يبقى الفعل بتاعي glorify معناها يعظم او مع الاله يسبح. the double C in Gucci. كلمة جوتشي، الدبل سي، السي سي دايما. أنا قلتها إيه؟ جوتشي طبعا كلمة إيطالية، ماركة ملابس. جوتشي has the same final sound in. لها نفس الصوت النهائي أو الأخير في كلمة watch، wash، picnic. انا عملت ايه دلوقتي؟ اول كلمه نطقت الاس اتش تشا تشا، لكن الاس اتش شين. لكن هنا بيك نيك، السي نطقت كاف. اكيد جوتش جوتشي ته شين، يبقى طبعا هتبقى واتش. واتش الاجابه بتاعتي جوتشي واتش. the opposite of sharp. عكس كلمه sharp اللي هي معناها حاد، عكسها طبعا الحاجه الحاده اللي هي لها ايدج، لها حافه حاده بتقطع او بتجرح. يا ترى عكس حاد dull اللي هو التلمي اللي ما بيقطعش كويس، ولا بيك كبير الحجم، ولا سوفت ناعم، ولا سمارت ذكي؟ اكيد الاجابه بتاعتي dull عكس كلمه sharp. what do alligators eat؟ ماذا تاكل التماسيح؟ تاكل birds الطيور، plants نباتات، fish السمك، ولا grass الحشائش؟ طبعا بتاكل birds الطيور. نكمل. what kind of animal is an alligator؟ ما نوع الحيوان ده اللي هو التمساح؟ يا ترى an amphibian بر مائي، ولا a mammal اللي هو ثدي اللي هو بيلد، ولا a reptile زواحف، ولا a fish سمكة أو سمك؟ الإجابة بتاعتنا تبقى إيه؟ كنا في السؤال رقم 34 بيقول what do alligators eat؟ ينفع إن أنت تختار birds وينفع أنت تختار fish. أكيد ممكن تاكل الطيور اللي بتبقى بتحاول تشرب في المية من المية، أو fish أسماك لما الدنيا بتبقى ضيقة خالص. فطبعا الإجابتين صح، ممكن تختار واحدة فيهم لو جالك الاتنين في الامتحان. بس طبعا هيجيلك واحدة فيهم بس. 35 what kind of animal is an alligator؟ يا ترى نوع الحيوان ده اللي هو التمساح ايه؟ an amphibian بر مائي، ولا مامل ثدي اللي هو بيرضع اطفاله وبيلد، ولا ريبتايل زواحف، ولا فيش سمكه؟ الاجابتين تنفع، اللي هو an amphibian بر مائي بيعيش على البر وفي الميه، وتنفع ريبتايل زاحف من الحيوانات الزاحفه لان الارجل بتاعته قصيره جدا. طبعا واحده فيهم بس اللي هتختارها في الامتحان، مش هيجي لك الاثنين مع بعض. نكمل. السؤال اللي بعده what does an alligator look like؟ ماذا يبدو شكل التمساح؟ it has لديه long legs أرجل طويلة، a long tail ذيل طويل، weak teeth أسنان ضعيفة. أكيد طبعا a long tail
عنده ذيل طويل. ده الإجابة الصح بتاعتنا. wild animals الحيوانات البرية can mostly be found يمكن بشكل كبير أن توجد في. الحيوانات البرية موجودة فين أكتر؟ deserts الصحراء، أكيد طبعا عدد الحيوانات فيها بسيط جدا أو قليل جدا بسبب ندرة الماء. forests الغابات المطيرة، أكيد الغابات المطيرة فيها حيوانات مسالمة أكتر علشان وفرت الماء والغذاء، فمش محتاجة حتى يكون عندهم سم كبير كتير ولا أسنان حتى ولا الكلام ده. الإجابة بتاعتي تبقى jungles الأدغال اللي هي الغابات المدارية، وطبعا فيها عدد كبير من wild animals الحيوانات المفترسة أو الحيوانات حتى البرية. تمام الإجابة بتاعتنا. بعد كده 38 I am not ولا I do not ولا does not eat fish. هنا بقى عندي إيه؟ عندي فاعل، أنا آكل السمك. ما ينفعش am كفاعل أساسي مع eat، ما ينفعش. لو استخدمت am يبقى لازم eating عشان احول الزمن لزمن مضارع مستمر، باكل دلوقتي حالا. لكن هنا هيبقى الزمن بتاعي مضارع بسيط معناها متعود او بحب اكل السمك، وطبعا I هتاخد do يبقى I do not eat fish. انا لا اكل السمك. جون smokes، جون يدخن، المضارع بسيط بيتكلم على العاده. That's why لهذا السبب he needs هو يحتاج a light ضوء او مصباح او كشاف حتى. a lighter ولاعة. a fighter مقاتل، أكيد طبعا a lighter ولاعة. 40 the middle sound الصوت المتوسط أو الصوت اللي في الوسط in cat في كلمة cat. طبعا الصوت اللي في الوسط اللي هو كا can be found in يمكن أن يوجد في كلمة. طبعا صوت موجود في table لا، tablet أيوه، draw لا، heart لا. يبقى الإجابة بتاعتي tablet cat. the middle vowel sound الصوت الفاول المتحرك المتوسط اللي في كلمة tomato. عندي كم في كلمة tomato كم صوت فاول؟ عندي tomato، عندي 3. بيتكلم بقى على A الصوت المتوسط ده هو اللي في نص الكلمة. خلاص. tomato can be found in هل يمكن أن يوجد فيه. to may كلمة موجود في دور لا. late to may lay صح، هي دي الإجابة بتاعتي. tractor لا طبعا، يبقى late to may tomato late. نفس الصوت AA في كلمة late. 42 the middle sound in door الصوت المتوسط في كلمة door باب اللي هو O can be found in يمكن أن يوجد فيه. play لا، أنا عايز O. draw أيوه صح، هي دي الإجابة بتاعتي. يرسم draw ولا start لا، ولا factory لا. يبقى where is the sun أين الشمس. in the sky في السماء. in the earth في الأرض. near the plants بالقرب من النباتات. أكيد طبعا in the sky في السماء. السؤال اللي بعده خاص بالترجمة شوية. bamboo بامبو means تعني كلمة بامبو بالإنجليزي تعني القطن ولا الباذنجان ولا الرمان ولا الخيزران. الإجابة بتاعتي طبعا الخيزران. wheat القمح means يعني العدس ولا القمح ولا الشعير ولا الأرز. أكيد طبعا القمح. sandpaper sandpaper means تعني يا ترى كلمة sandpaper تعني ورق الرمان، ورق الصنفرة، ورق المطبخ، ورق الحائط. أكيد طبعا ورق الصنفرة اللي بينعم بيه الخشب أو بيشيل الصدى من الحديد. شجرة البلوط بالعربي means تعني بالإنجليزي إيه؟ palm trees ولا oak trees ولا pine trees ولا maple trees. أكيد طبعا oak trees شجر البلوط. is recycled كلمة is recycled الفعل المبني المجهول ده يعني means يعاد تدويرها، يعاد أكلها، يعاد صنعها، يعاد رسمها. أكيد طبعا يعاد تدويرها، يعني بتتحول لحاجة تانية خالص. الورق والحاجات المخلفات يعاد تدويرها لتصنيع حاجات مختلفة جديدة. paper free offices المكاتب الخالية من الورق. our offices هي المكاتب without بدون، مكاتب بدون. sugar سكر. papers صحف وجرائد، ولا paper ورق، ولا free فاضية أو خالية. أكيد طبعا without paper ورق، لكن papers معناها الجرائد. surface كلمة surface means تعني سطح
ولا شرخ ولا حائط ولا نهر؟ أكيد طبعا تعني كلمة سطح surface. بعد كده بنحاول نكتب write on one of each of the following topics. اكتب في أحد الموضوعات التالية: the sun الشمس، أو alligators التماسيح، أو paper الورق، أو yourself عن نفسك، اسمي كذا، أنا من دولة كذا، أنا عندي كام سنة، متجوز مش متجوز، وظيفتي، بابا ماما، هواياتي، بعمل بسوي. طبعا محتاجين نكتب كتير علشان يبقى نوصل الفكرة، مش مجرد مثلا سطر سطرين ثلاثة أربعة خمسة. كل ما تكتب أكتر يبقى أنت عندك أفكار وبتعرف تربط الأزمنة، الكلمات بالأزمنة، وتوصل في الآخر المعنى. نكتب طبعا أكتر، إلى حد ما أكتر من نص صفحة، علشان نعرف نحسن الكتابة بتاعتنا ونوصل لمستوى أعلى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.